ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ فيديو النهارده يا اخواتي فيديو ضرب نار يا جدعان، فيديو اسطوري. النهارده اعرفك ازاي تستخدم الشخصيات وافضل الشخصيات اللي تستخدمها عشان تناسب لعبك. عاوز تكون محترف ولاعب سنايبر، هقولك على افضل الشخصيات اللي تناسب لعبك. عاوز تكون محترف جراند ماستر ورانكت، هقولك على افضل الشخصيات اللي تستخدمها عشان تناسب لعبك. عاوز تكون مثل اليوتيوبر وتلعب رومات وتجيب هدات وتستخدم شخصيات تفيدك في المواجهات المباشرة، هقول لك برضو على الطريقة. عاوز تلعب ريفايف، هقول لك على افضل شخصيات او شخصيات الجنابل موجودة. شخصيات الصحة العالية اللي بتوصل لدمك 360 برضه هقول لك في الفيديو ده. ويلا بينا منطولش في المقدمة ونخش في الشرح العملي. ولكن قبل ما ندخل في الشرح العملي ما تنساش اللايك يا اصدقائي، وانزل دلوقتي اكتب لنا تعليق يحفزنا على الاستمرار. حط لايك واشتراك وفعل زر الجرس يا اساطير عشان نكمل ونستمر في فيديوهات الشرح. اول شخصيات اللي هنتكلم معانا النهارده فيها وهنشرحها وهي شخصيات الكفر. وهتحتاج 4 شخصيات، واهمها شخصية رافائيل بتديك سايلنسر وانه مش تعرف مكان العدو فين او مفيش عدو يعرف مكانك. وبعدين شخصية مارو بتزيد من الدمج في الاشخاص البعيدة. وشخصية موكو لو ضربت على حد تفضل عليه علامة. والشخصية الأخيرة وشخصية إيريس اللي بتعرف الشخص ورا التلجة مكانه بالظبط عشان تقدر تجيبه بكل سهولة. وتاني شخصيات معانا وهي الشخصيات الوان فيس سكواد أو مواجهة السكواد، ازاي تحترفهم بأفضل شخصيات. والشخصيات دي هتفيدك في الرومات برضو. أول حاجة معانا شخصية أوريون بتديك أو بتدمج أعدائك من غير ما حد يدمجك. وبعدين شخصية لونا اللي بتزيد من الضرر بتاعك إذا اتصبت. وبعدين شخصية أوديو اللي وجعت حد تكشف لك الأعداء اللي جنبك أقرب عدو جنبك. وشخصية ميجي اللي بتديك دم 25 على كل كل. نخش بعد كده يا جدعان على شخصيات الريفايف. أول شخصية وشخصية ماكسيم بتديك دم بسرعة. وشخصية سوزي اللي كل كل بتديك عملات عشان تفوق بيها أصحابك. وشخصية ميشا لو راكب عربية محدش يقدر يجيبك منها خالص. وشخصية كايا اللي بتزيد من الحد الأقصى الإي بي بسرعة عالية جدا جدا، يعني بتحول دمك بأعلى ما يمكن من السرعة. خش بقى على الشخصيات اللي بتستخدمها الناس اللي بتلعب زون. أهم حاجة شخصيات تاتسويا اللي بتديك السرعة. شخصية أنطونيو بتديك درع إضافي في بداية الجيم حوالي 50 نقطة. وشخصية ليلى لما تستخدم المهارة النشطة على أي شخصية بتديك صحة وبتدي زملائك صحة. وشخصية هياتو اللي كل ما قوتك ضعفت بتخلي نسبة اختراق الدروع بنسبة عالية جدا جدا. نيجي بقى للشخصيات الجنابل. الناس اللي بتلعب أو بتحب تلعب جنابل جبتلك أفضل شخصيات اللي تستخدمها. وأهم حاجة شخصية هومس اللي بتديك أو بتدمج الأعداء القريبة منك لما تضغط على المهارة النشطة بتاعتها. وبعد شخصية الفارو اللي بتخلي القنبلة بتاعتك ل3 قنابل. وشخصية موكو اللي بتضاعف أو بتعرفك مكان العدو. واخر شخصية ليون اللي بتديك نقط صحة بعد كل اشتباك. واهم حاجة بقى شخصية بيستون الحيوان الأليف اللي بتخلي القنبلة بتاعتك توصل لمسافة أبعد بكتير من العادية. شخصيات بقى معانا وهي شخصيات السكانر أو الاستكشاف. وهتحتاج للشخصيات دي شيرو اللي بتعرفك مكان العدو. شخصية كولو اللي بتكشف لك الأعداء القريبة منك. وشخصية موكو برضه بتعرفك الأعداء لو ضربت عليهم. وشخصية أوديو اللي لما تدوس عليها أو بتستخدمها بتعرفك بعد كل كل الأعداء القريبة منك. كده وصلنا لنهاية الفيديو يا أصدقائي، يا رب تكونوا استفدتوا والفيديو عجبكم. لو عجبكم انزل دلوقتي حط لايك واشتراك وفعل زر الجرس واكتب لنا عاوزين الفيديو القادم يكون عن ايه. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، سلام.